السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم هاد بسطيلات صغيورين ولا قنينطات ولا شنو سميتوهم، كيجيو زوينين ولذيذين وفقط بالخضره وشويه ديال الكفته، ومقادير بسيطه وكيعطيو كميه كثيره. يمكن لكم تعتمدوهم في هذه الحراره، اما العشاء ولا الغداء، اما لا مع اي حاجه، مع سلطه. كيجيو بنينين ورائعين. هنا بلا ما نطول الفيديو، انا شحرت شويه ديال البصله مع شويه القرعه وشويه خيزو، يعني خضيره اللي كانت عندي في الدار حكيتها وشحرتها مع شويه الملحه وشويه ديال الابصار فقط، وحكيت درس ديال الثومه. كتجيني كنبغي انا البنه ديال الثومه في هاد القنينطات، وشويه تما ديال البصله خليتها شويه بحال كرملتها او كرملتها باش تطلق داك التعسيله، وشويه ديال الفيرميسيل، وشويه ديال الكفته ديال اللحم او الكفته ديال الدجاج اللي بغيتو. اي حشوه يمكن لكم ديروا في هاد القنينطات، يعني حشوه سهله. وهنا بالدرجه الاولى اعتمدت على الخضر ونحك فيهم شويه د الفرماج باش يعطيني داك التعليكه. بطبيعه الحال كلشي شحرته في زويته بلديه، وبغيت ما كثرش التوابل باش تجيني داك البنه ديال الخضره في هاد الحشوه. هاي الحشوه ديالي واجده، وغادي نمشي ان شاء الله باش نحضر هاد القنينطات او السيجارات. كيجيو رائعين وكيطيبوا غير في الفران وكيجيو مقرملين. غنديرهم هنا في الطبيصل باش يبردوا شويه باش نقدر نعمر بهم الورقه، حيت اللي عمرت بهم ورقه يعني هما سخانين غادي يقطعوا لي بطبيعه الحال الورقه. هاد المعلومات راكم عارفينها. هاي الورقه ديالي هنا تقريبا عندي 6 كيلو ديال الورقه. عندي الورقه الكبيره، يمكن لكم تستعملوا حتى الورقه الصغيره. كنقطع بهذه الطريقه باش نحصل على مثلثات. شوفوا معايا الطريقه في فيديو، يعني سهله. وكنقلب الجهه الاخرى وكنعاود نقطع الجهه الاخرى باش كنحصل على مجموعه ديال المثلثات بنفس القياس. هاد الورقه يعني ثابته في الدار وبات عندي حتى لغت ليه، وهكذا ما خسراتش. يعني كتجي زوينه وسهله. ان شاء الله في فيديو قادم غادي نشارك معكم طريقه تحضير الورقه، يعني كتجي سهله ومقادير بسيطه. وكيف عودتكم دائما في دار اسماء العوفيه كنوجد معكم كل ما هو بسيط ورخيص وعلى قد الجيب، وبطبيعه الحال كيكون راقي وزوين وبطبيعه الحال لذيذ. كنواصل في تقطيع الورقه. دابا هاد الصاد ما كنعرفوا، يعني هاد الحراره ديال هاد الصيف ديال هاد الايام المباركه عند الله، ايام الله سبحانه وتعالى كلها زوينه، واي حاجه جات في وقتها يعني ما كتلام. الحمد لله على لطف الله سبحانه وتعالى، والحمد لله على كل شيء. لكن هاد الحراره ما كنقدرش نوقفوا في الكوزينه بزاف، وكنحاولوا ما امكن نديروا حوايج بسيطين وما كتثقلش، لان ذاتنا في الحراره في الصيف ما كتحتاجش بزاف اللحوم وما كتحتاجش بزاف يعني الماكله كثيره، فقط كتحتاجوا السوائل وشي حاجه هكا سهله. انا خديت زليفه درت فيها شويه ديال الزيت المائده ودرت فيها هاد التوابل. انا داك النيوره ولا التحميره كنطحن معها، كنخلطها مع شويه ديال بودره البصل وشويه بودره الثوم ومجموعه ديال التوابل. ان شاء الله دابا نشاركو معكم في فيديو قادم كندهن بهم الوريقه وكيجيو بنينين بديك الدهنه، يعني كيجيو بنينين. كندير الحشوه وكنطوي بهذه الطريقه، يعني سهله وبسيطه يمكن اي واحد يديرها. يمكننا نقدموا هاد القنينطات مع الشوربه كيف عملت انا، يعني خضره بسيطه خضيره كنقطعوها وكنديروها في شويه كنديروا شويه ديال البصيله في طنجره ومع شويه ديال الزبده، وكنحركوها وكنمرقوا. وكنديروا دائما ما كنديرش التوابل بزاف، وكنديروا الخضيره بقطعه رطفات صغارين، وفي التالي كندوروها بشويه ديال كريم فريش او غير شويه ديال النشا مخلط مع شويه ديال الماء غير باش تقلنا داك سميتو، ولا نديروا الفيرميسيل ولا ندوروها بالروز كيف ما بغينا. يعني كتجي شوربه ساهله
تكون منعشه ويعني وخفيفه على المعده. كنكمل كنطوي بهذه الطريقه حتى كنكمل جميع الورقه. بطبيعه الحال تبارك الله كتعطي كميه كثيره، وانا كيعجبني ندير هاد القنينطات او هاد السكرات، كيعجبني سواء بريوه ولا قنينطات كيعجبوني نديرهم صغيورين، يعني عضيضه ولا جوج عضيضات بركه، وكيجيو مقرمشين. كنطيبهم في الفران كيجيو مقرمشين يعني بلا قلي. بطبيعه الحال كنوفروا بطبيعه الحال مع هذا الغلاء. كنحاول ما امكن اني نعطيكم وصفات يمكن لكم تفرحوا بها وليداتكم، وتكون سهله ويمكن اي واحد يديرها، وتكون بسيطه. يعني كنبسط الوصفات قدر الامكان. واللي وصل هذه المرحله من الفيديو ما يبخلش عليا باللايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلوا كل جديد وكل ما هو بسيط وسهل وبنين. دائما غتلقاو في دار اسماء العوفير. هنا يمكن تعبت ليا اللقطه، ولكن كملت على ما اظن كملت لهذا الورقه اللي كانت مازال عندي، حيت شاط ليا الحشوه. كندخلوا هاد القنيطات كندخلوهم كنصفوهم بطبيعه الحال في المقيله، وكندخلوهم الفران على عافيه متوسطه يعني 180 درجه لمده 25 دقيقه. ما كنفوتوا 25 دقيقه حتى كنشوفوهم تكرملوا، وكنقدموهم بالصحه والراحه. قدمتهم واحد لاصوص كتجي زوينه. نقول لكم المقادير ديالها من دابا. كندير صوص الصوجا، كنخلطها شويه مع راس معلقه ديال العسل، وكندير شويه ديال الكاتشوب وراس معلقه ديال الموطارد، وكنحرك. وباش تجيكم حاره كديروا شويه ديال الهريسه ولا شويه ديال الفلفله حاره. دخلتهم الفران وخرجتهم كيف شفتهم محمرين وريحتهم يا سلام، وكتجي فيهم داك الطيبه ديال الخضره بدون توابل كثيره وبدون تعقيدات. ما شاء الله احسن ما يمكن لكم توجدوا في هذه الحراره. ما كيجيوش ثقالين، لا ما يعني ما فيهمش الزيوت بزاف، وما فيهمش اللحوم اللي يمكن لها تثقل على المعده. كيف قلت لكم ذاتنا كتحتاج بالدرجه الاولى للسوائل. علاش كيوجد التلاح في هذه الوقيته والبطيخ وما شاء الله الفواكه وخيرات الله سبحانه وتعالى كوجد في الصيف يعني اللي فيها الماء بزاف. هذا هو الطبق النهائي، ونتمنى الفيديو ينال الاستحسان ديالكم، ونتمنى يرقكم. وما تبخلوش عليا كيف قلت سابقا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل ما هو جديد. هذا هو الصحن، يعني تبارك الله ما شاء الله جا كتير وريحتهم غزاله ومقرملين. ما شاء الله يا سلام غزالين. يعني كليناهم بصحه والراحه، ولكن كليناهم وبنتهم ما شاء الله بقات يعني وليداتي بقاو كيقولوا لي ماما عاود تصايبهم لنا. وصلنا لنهايه الفيديو، وما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر بمشيئه الله. الى اللقاء.